بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضراتكم تاني ونرجع مع بعض. معاكم أحمد علي. هنكمل مع بعض تكملة شرح برنامج FIT سوفت للحسابات التجارية. وكنا عايزين نوري حضراتكم احنا مثلا لو تفتكروا ان احنا عملنا بعض العمليات التعديل وحذف على التوريدات وكده. هنبدأ نخش على الأصناف ونشوف تعديل أصناف اللي احنا زودنا. مثلا لو تفتكروا ان المخزون من اللي احنا عمالين نعدل فيه ده كان 10 زودنا عليه 8 بقى 18، ده كان برضو كان 10 زودنا عليه 2 بقى 12، ده كان 10 زودنا عليه 5 بقى 15. يبقى كده اتحفظت تلقائي. تمام. هنكمل معاكم زي ما وقفنا المره اللي فاتت عند تقريب المشتريات وخلصناها. هنخش النهارده دلوقتي على مدفوعات الموردين. تفتح الشاشه معانا مدفوعات الموردين لكم منار المستلم علي محمد. المبلغ هو ليه مديونية عندي 90,525. بص البرنامج جايبها لك تلقائي. المدفوع 80,000، الخصومات 15%، المدين بمبلغ كذا، وليكن مثلا هدفع له 20. طريقة الدفع النقدي، في شيك وفي نقدي. انت طبعا هتدفع نقدي. لو عايز نقدي عايز في هنا ملاحظات، لو انت عايز تدي ملاحظات ليك وهتعمل مثلا حفظ تم. هنا هي ودي الفاتورة. دي بص دي الفاتورة الأصلية ودي الفاتورة اللي أنا حطيتها. هنخش بقى على حذف مدفوعات الموردين، ولكن المورد اللي احنا شغالين معاه اهوت. نعمل مثلا أو نعمل كل الموردين، طبعا اسم المورد أفضل يعني. هي فاتورة ديت وديت. لو أنا عايز أحذف الأولى هي تحذف، عايز أحذف التانية كمان مفيش مشاكل، بس عشان أوريكم طباعة برضو يعني حذف عادي مش هتفرق. والطباعة ده زر الطباعة بنضيف عليه بيطبع لوحده. تم الحذف. تمام. عايز أعمل خصومات الموردين. خصومات الموردين ديت اللي هي الخصم المكتسب زي ما قلنا قبل كده في الفيديو رقم 2. أنا مثلا اسم المورد وليكن دوت. الخصم اللي اديتهولي قبل كده 15%. المبلغ مثلا وليكن مثلا المبلغ اللي هيتعمل عليه خصم وليكن 20,000 اللي أنا لسه هدفعهم زي المرة اللي فاتت. النسبة مثلا هيتعمل لي خصم بنسبة 10%، يبقى الناتج 2000. أعمل نقل يبقى 2000 يبقى حفظ. تمام. خصم على الفاتورة مباشرة. كده بقى نخش على التوريدات برضو. لو أنا عايز أحذف خصومات الموردين وليكن المورد زي ما احنا شغالين، عايز أحذف الخصم اللي فوق دوت. تم الحذف. لو في نيام طباعة تطبع معايا اهيت في FIT سوفت. ولو هنا كمل لحد ما تخلص الصفحة إن شاء الله يعني. وهنا بديك إجمالي الخصومات. هنا إجمالي الخصومات 2000. وكده نكون انتهينا مع بعض من جزء الأصناف والتوريدات. أرجو من حضراتكم إنكم تعملوا إن شاء الله لايكات على البيج بتاعنا على الفيسبوك، وتابعونا إن شاء الله على صفحة الفيسبوك. وإن شاء الله بنرحب بأي عميل. ما كان معكم أحمد علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.